كيف تتعامل مع الله إذا نزل إلى السماء الدنيا. لقد لخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشهد الثلث الأخير من الليل في كلمات بسيطة عندما قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويستمر هذا الوضع، يستمر حتى يطلع الفجر. أول سؤال عندنا هو: كيف نعرف أن الثلث الأخير من الليل بدأ؟ معرفة بداية هذا الثلث يختلف من مدينة إلى مدينة، وحتى في المدينة الواحدة يختلف من الصيف إلى الشتاء. لماذا؟ بسبب قصر الليل وطوله. فإذا أردت أن تعرف الثلث الأخير من الليل فعليك أن تحسب حسبة بسيطة، وهي سهلة جدا. أولا يجب أن تعرف وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر في هذه المدينة، ثم بعد ذلك احسب كم ساعة بين المغرب والفجر، من المغرب إلى الفجر كم ساعة. فمثلا لو كان الوقت بين أذان المغرب وأذان الفجر 6 ساعات، فهذا يعني أن الليل طوله 6 ساعات. إذن كم سيكون الثلث الواحد من الليل؟ اقسم 6 ساعات على 3، 6 تقسيم 3 2. إذن هذا يعني أن الثلث الأخير من الليل يبدأ قبل أذان الفجر بساعتين في هذا المثال، وهكذا. وهذا الوقت هو أفضل وقت في الليل كله، فكم من تائب ما غفر ذنبه إلا في هذا الوقت، وكم من سائل تأخرت إجابة دعائه فلما دعا في هذا الوقت انفرجت المصيبة واستجاب الله الدعاء. وكم من مسلم يئس من أن تدمع عينه من خشية الله فتفاجأ بدمعته تنزل بسرعة على خده في هذا الوقت. إنه وقت شريف عزيز فيه روحانية عجيبة. فإذا غارت النجوم وهدأت الجفون ونامت العيون ولم يبق إلا الحي القيوم، فتوضأ وضوءك والبس أحسن ثيابك واستقبل القبلة وقل: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن لله تعالى عبادا يحبونه ويحبون لقاءه وينتظرون هذا الثلث الأخير من الليل بفارغ الصبر في كل ليلة، ولا يزالون يجاهدون أنفسهم بالنوم والاستيقاظ إلى أن يفوزوا مع من فاز بهذا الوقت الشريف. فهل سننضم إليهم أم لا؟ والله لو كانت عندنا رحلة طائرة في هذا الوقت لما فاتتنا. بل أحيانا تعرض أفلام تكون في الثلث الأخير من الليل ينتظرها الناس ويصبرون عليها، ولا يصبر الواحد منا على إجابة نداء الله. والله لو اتصل بنا أحد في هذا الوقت من الليل لاهتممنا بهذا الاتصال ولاهتممنا بالموضوع. طيب ربنا أحب إلينا وأرجى لقلوبنا. ولهذا فمن اختبار الله لنا أنه قد جعل الوقت الذي ينادي فيه العباد هو في هذا الوقت المتأخر. لماذا؟ ليهتم بذلك من كان صادقا في رغبته بفضل الله ورحمته. فإذا قاوم الإنسان رغباته وقاوم ملذاته من النوم أو الإنترنت أو التلفاز أو غيرها من الأشياء، لو ترك كل هذا وتوجه إلى ربه وقام بين يديه في هذا الوقت العزيز الشريف، فإن الله تعالى بالمقابل سيعطيه أكثر مما ترك، وسيفتح له من الرحمات ما لم يخطر له على بال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ومن كان يداوم على الثلث الأخير من الليل ويذوق حلاوته فإنه لن يستطيع أن يستغني عنه. باختصار، هذا الليل له وقت فاضل عزيز وهو الثلث الأخير من الليل، وقليل من العباد يعيش فيه، وإلا فالغالب يكونون نائمين. فكن أنت من النادرين، فإنك لا تدري والله في أي ليلة من الليالي سيكتب ربك لك الجنة. أسأل الله أن يجعلها هذه الليلة عاجلا غير آجل. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. قدسية هم نائمون، عن موكب العباد هم يتخلفون. جربتها وعشقتها، من ذاقها عرف السعادة ما تكون.